عن تتويج الأهلي بطلا لأندية إفريقيا على حساب الوداد المغربي. الأهلي أكبر من أفريقيا عنوان اختارته ريكورد البرتغالية. الله على العنوان. عنوان بيقول إن سيطرة النادي الأهلي التامة على المسابقات الإفريقية والمسابقات المصرية بيؤكد أن هذا النادي القاهري قادر على المنافسة في أكبر البطولات الأوروبية، الأمر الذي ظهر فعلا في تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لكأس أندية العالم ل3 مرات متتالية، وفوزه بالبرونزية لمرتين متتاليتين، وتأهله للنهائيات في كأس أندية العالم للبطولتين المقبلتين. الأهلي أكبر من أفريقيا. حط دي عندك يا أهلاوي، سجلها دايما، الأهلي أكبر من أفريقيا. فاكرين صحيفة المنتخب المغربية اللي من يومين قلت لكم إن هي ابتعدت تماما عن الروح الرياضية لما حطت عنوان الوداد يتوعد الأهلي بإياب كالجحيم، وقلت إن مفيش في الكرة جحيم يا جماعة، مفيش. هي نفسها اللي كان عنوانها امبارح الوداد أبطال هذا العصر. عنوانها النهاردة إيه بقى؟ الأهلي يحبط حلم الرابعة. كانوا عايزين ياخدوا البطولة لرابع مرة، الأهلي أحبط لهم الحلم، وصورة كبيرة ليحيى جبران كابتن الوداد وهو بيبكي، والحزن بيعكس الكارثة اللي هم عايشينها. الأهلي أكبر من أفريقيا. يا هنكررها كتير إن شاء الله، وهنعملها سوا هاشتاج إن شاء الله إن شاء الله. من فضل الله أبطال أفريقيا وأبطال مصر رايحين السعودية مرتين السنة دي، رايحين نصلح اللي هيفسده نادي الزمالك الشهر الجاي في كأس الأندية العربية في السعودية. رايحين إن شاء الله نواجه اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقية اللي هتقام بإذن الله في السعودية للمرة الأولى في تاريخ إفريقيا. البطولة اتلعبت قبل كده في قطر لكن لم تذهب مطلقا إلى السعودية. مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي أبرم اتفاق مع إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه ينظم كأس سوبر إفريقيا السنة دي في أحد المدن الملاعب الكبيرة في السعودية. ما شاء الله السعودية من أكثر الدول الإفريقية اللي عندها تجهيزات رياضية على أعلى مستوى، في الرياض وفي جدة وفي الدمام وفي الطائف، ما شاء الله ما شاء الله. اتحاد العاصمة الجزائري هو بطل كأس الكونفدرالية. الكاف اتفق مع السعودية، وإن شاء الله السعودية كمان هتبقى قبلة للبطولات الكبرى، مش بس بطولة السوبر الإفريقية، لا بطولات كبيرة، لأن الأهلي إن شاء الله رايح السعودية في شهر ديسمبر عشان يشارك في كأس أندية العالم للمرة 9 في تاريخ البطولة إن شاء الله، والمرة 10 مستنيانا إن شاء الله في 2025. محدش شارك. بعد ما سمعنا كلام علاء صادق وهو بيتكلم عن النادي الاهلي والصحف البرتغاليه وهي بتتغنى بالنادي الاهلي، وكل الصحف في العالم بتتكلم عن النادي الاهلي وبيقولوا ان النادي الاهلي اكبر انه يلعب في افريقيا. تعال بقى نسمع رضا عبد العال قال ايه عن النادي الاهلي وكلامه الزياده عن النادي الاهلي واحراج اكرامي له وضحك مهيب. يلا. والانتصار حلو، وبالذات لما تفوز خارج ارضك بالظبط ووسط الجماهير لا الكبيره وتيجي اللي بعد كانت معاناه. اه لانك بص، اللي هيقول لك اي حد من جماهير الاهلي النهارده ما كانش خايف يبقى كذاب. لا كله خايف. انا بقول لك اهو، آه. كابتن اكرامي قاعد قدام اهو، وكابتن مصر والنادي الاهلي، ما كنتش خايف؟ لا. ايوه انا قلتها الحلقه اللي فاتت، قلت لا معلش، إن انت إحنا تقول وهنرجع بص بالكاس يا حبيبي، ماشي انت تقول انما الواقع في اول نص ساعه وهم كمان بعد ما جابوا الجون يخوف. هم ما عملوش حاجه غير الجون اللي جابوه، وكره ثابته وجت جون، وانت ما عملتش حاجه خالص. لا ازاي بقى؟ زي الناس. الله. ما انا بقول لك بص، احنا هنتكلم كوره يا كابتن، بس لا ده ما كانش فيه كوره فنيات خالص يا كابتن. سيبك بقى من الفنيات انت محمد ابو سويلم النهارده النهارده يعني محمد ابو سويلم النهارده ما كانش فيه كوره في الملعب. ما تقوليش ايه محمد ابو سويلم؟
يعني الرجوله والجدعنه والاصرار مفيش جامد. كوره فيه، مفيش فنيه. ما هي دي سمه لعيبه النادي الاهلي طول يا عمرها. حبيبي ماشي، ما احنا بنقول ايه؟ اصل انت بتقول لي لا النهارده، لا احنا، لا هم كانوا هنا في الماتش اللي هنا احسن من هناك بكتير. احنا مش عايزين نتكلم على فنيات دلوقتي. لا، ما انا بكلم ليه؟ الكابتن. انت النهارده اللي كسبك الروح بتاعت اللعيبه. طبعا. وانا عايز اسال سؤال بس، هي الروح ديت احنا اكتسبناها ولا موجوده عندنا؟ لا موجوده طبعا في النادي الاهلي على طول. على طول موجوده الروح ديت. والكابتن رضا يعلم. بس انت كنت خايف النهارده انما هتقول لي مش خايف يبقى انت لا، انا بقول لك ما بتضحك على كنتش نفسك. خايف. هو يعني بصراحه ده الجون دخل وقع تحت الترابيزه. لا مين اللي وقع تحت الترابيزه؟ ما تتكلم عادل يا رضا. تتكلم عادل. احنا النهارده اتكلم عايزين عادل نفرح يا إيه؟ كابتن. ايوه تتكلم عادل. كابتن ايه عايزين وقع نفرح. تحت الترابيزه احنا دي؟ بنهرج هو انا شفتك الا لا دلوقتي. انا عايز اسالك سؤال. هو احنا في موقف تهريج دلوقتي؟ احنا في موقف فرحه. طب ماشي، ما احنا بنقول اهو. لعبنا. هو انا بقول لك انت خايف. لعبنا وحش. بتقول لي لا مش خايف. لعبنا وحش، لاعيبتنا وحش، مدربنا وحش، لكن خدنا الكاس. كابتن اكرامي عايزين نفرح يا كابتن اكرامي. ايوه انا أرجوك. فرحان. بعد اذنك يا كابتن اكرامي، انت فرحان؟ طبعا. طب فين ده؟ مش باين عليك. ازاي أنت بقى؟ بتمشي ليه؟ يعني اقوم ارقص؟ ما تقومش ترقص ليه؟ الاهلي فاز النهارده بكاس افريقيا، ما انت ياما رقصت. على فكره اول رقصه في افريقيا كانت رقصتك كانت يا ليا كابتن. أنا. طب ايه بقى مالك بقى يا كابتن بس اكرامي؟ خلاص كنا صغيرين، لا لكن معلش، دلوقتي كبرنا بقى. اول رقصه ليك كانت يا كابتن اكرامي في 82 صح؟ كانت 82. رقصت انت وكابتن مصطفى يونس. كل اللعيبه رقص. كله كان بيرقص. بص وكله كان فرحان. روح النادي الاهلي كابتن رضا يعلمها جيدا. النهارده ما كانش فيه كوره، كان فيه عزيمه، كان فيه رجوله. الشوط الاولاني الاهلي كان بره خالص. ماشي. كان بره خالص. ما لما اختلفناش. اللعيبه هديت وقفت على رجليها. لا يا مهيب، لما هو رجع للمباراه باللعيبه اللي غيرها امتلك المباراه بالظبط كده. ده اللي كنا بنقوله من الماتش اللي فات يا مهيب. تمام. واخد بالك؟ بس انت هقول لك على حاجه، هو لولا التغييرات بتاعت قفشه والسوليه ومحمد شريف انت كنت هتروح للجون؟ ما كنت